كاس افريقيا الاشهارات ديال الشركات الكبار كاملين راكبين على هذا الترند، ولكن اللي ما عرفتيش ماشي هي الشركات ديال الشيبس والمناضه ديال ولاد الحرام هما اللي يقدروا يستافدوا من هذا التظاهر. غادي نوريك كيفاش تقدر تستغل هذا الحدث باش تنقص من الكوست ديال الادز، تزيد في المعرفه ديال الناس للبراند ديالك. اهم من هذا هو انك تزيد من العلاقه ديال الناس مع البراند ديالك باش انهم يشريو من عندك مره اخرى، باش لا قدر الله حماقتي الدراري ما جابوهاش سكوكو الله يستر تكون صورتي بعدا ما تخلي للدار يصرفوا عليك في الكلينيك. عرفتي الصحه في هذا البلاد على قد الحال. والسؤال اللي تقدر تقول لي هو علاش ولا نديروا هذا لاكان في وسط الاشهار؟ والجواب هو ما يسمى بالفري اتنشن، يعني فيوز فابور. وهادشي راجع ثلاثه ديال الحوايج اللي كيخلقهم هذا الحدث في العقل ديال الناس. واحد، الالفه، فالناس ملي كيسمعوا الكان او لا كيشوفوا كره كيفهموك بالزربه علاش كدوي، وهادشي تيستوبي السكرول. ثاني حاجه هو الاحساس بالانتماء، خاصه انه حنا مشاركين، بل اكثر من هذا حنا هما البلد المنظم، والاهم هو انه كل شيء طامع باش اننا نديو هذا الكاس. يا ربي لا تحشمنا. ثلاثه، هادشي تيخلق الفضول والنقاش، واللي تيقول الفضول والنقاش تيقول الكومنتس، تيقول الشيرز، وتيقول الكوست ديال الامبريشن تيكون طايح. دابا السؤال اللي كيطرح راسو هو من فاش جرينا هذا الانتباه كيفاش نحولوه من فيوز لسيلز. وهنا فين غادي نهضروا على الستايلز ديال الادز. الستيل الاول واللي يقدر يديروا اي واحد هو القصه، والفكره هنا كتبدا بانك كتشد مشاعر اللي كتفق عليها لودجونس ديالك واللي عندها علاقه بلاكان، وكتحولها وكتربطها بالمنتج ديالك او لا الخدمه ديالك. كتلقى اشهار تيبدا لك بحنا المغاربه لاكان عندنا هي اللمه، كل لحظه كل شوته كل كذا. والهدف ديالو هنا هو انه يحرك المشاعر ديالك ويعطيك واحد المجموعه ديال اللقطات اللي انت كتعيشهم في وسط من الحياه ديالك. وفي الاخر تاع الاشهار كتلقى بانه تيقول لك حيت اللمه ما كتحلاش بلا كذا، وكيدخل المنتج ديالو. وهذا ما يسمى بالايموشنال ترانسفير، اي تحويل المشاعر. يعني دوك المشاعر كامل هم اللي خلاك تعيشهم تيشدهم وتيحولهم وتيربطهم بالمنتج ديالو. وانت الا ما كنتيش حاضر راسك يقدر تستقشري شي حاجه اللي ما عندها حتى علاقه بدوك المشاعر اللي حسيتي بهم. ستيل رقم 2 هنا هو ترانسفورميشن او لا تحول. وهنا كندوي لك على كيفاش كنتي كتعيش الحدث قبل مع كيفاش وليتي كتعيشو دابا. وفي هذه الدوزه من هنا لهنا كيكون المنتج عنده دور كبير. مثال اشهار ديال التلفازه، كيفاش قبل كان خاصك تمشي بلاصه للقهوه، تشد بلاصه وتزحم مع عباد الله، واحد يكب عليك قهوه على حوايجك، واحد تخاصم معاك. دابا ملي شديتي تلفازه 70 بوس ولات عندك قهوه في وسط من الدار. ستيل 3 هو ستيل ديال التحدي او لا تجربه. والفكره هنا هو انه كنشدوا المنتج ديالك وتندخلوه في تحدي او لا تجربه اللي عندها علاقه بلاكان، وكنشوفوا اشنا هي النتيجه. وهنا كنستافدوا من الفضول ديال الناس لاش غادي يوقع، والاهم هو النجاح ديال المنتج ديالك في التجربه. مثال هنا نقدروا نشدوا الناس اللي كيبيعوا الريحه. الفكره هنا هو اننا نبينوا الثبات ديال الريحه اللي عندنا. والفكره هنا هو تحدي ديال اننا درنا الريحه ومشينا للماتش وشفنا واش غادي تبقى شاده من ورا فاش دوزنا كاع تماره وخرجنا وسالينا الماتش. يقولوا شكرا على الفكره. بهذا الشكل غادي نكونوا حتى حنا استغلينا لاكان باش اننا ننزلوا من الكوست، نزيدوا من الويرنس والناس يعرفونا اكثر، نبانوا باننا براند اللي عندنا الابداع وماشي غير كنديروا كوبي كول. واهم حاجه ما تكونش لنا فكره وحده، نعاودوا النكته ديال ودود نوعان. وإلا ما عرفتيهاش دابا يقولوا عليك في الكومونتير. اخر فيديو كنت درت فيها ورك بوك وصلت ل 1544 كومونتير. بحكم انه الورك بوك تياخذ وقت شويه كثير، هاد الفيديو اللي وصلت غير 500 كومونتير، غادي نقاد لكم ورك بوك اللي غادي يعاونك تقاد ادز على حساب لاكان للبرودوي ديالك كيف ما كان، من الاختيار ديال الستيل للسكريبت للتصوير. يلا سيدي اش باقي بغيتي زياده على هاد الشيء؟ غادي ندير فيديو يوتيوب اللي غادي نشرح فيها كيفاش تخدموا بهذاك الورك بوك، ولا فيديو غادي تلقاوها الا مشيتوا للبروفيل في هاد لاشين. وإلا بغيتي المنتخب يدي الكاس كومونتي ايمي بارطاجي، الا ما بغيتيش تحمل مسؤوليتك انت والركراك.